السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية. وانتم تشوفون فيديو اليوم سوينا إعادة تدوير للدجاج البايت الباقي عندي من قبل بيوم. سويت ستيك دجاج والطريقة أيضا موجودة على القناة، أنا سبق ونزلتكم إياها، فبقت هاي القطع منها. فتدرون هاي نعمة حرامات، يعني واحد يتخلص منها، ولا حد يقول لي اكو دراسات وما شنو ما يصير الدجاج بايت. هاي دراسات ولا تهمني، انا عندي حفظ النعمة اهم. قطعت شوية من البصل الأحمر، لازم بصل أحمر لأن اليوم راح نسوي إعادة تدوير بستيك الدجاج، راح نسوي لفات مسخن دجاج. بعد ما قطعته مثل ما شفتوا خليته بالطاوة على النار وضفت عليه شوية من زيت الزيتون. راح أزيد أيضا عليه الملح أكيد حتى شوية يذبل عندي البصل. وهذا الملح بالنسبة للي عندهم مرضى ضغط هذا كلش يفيدكم، لأن هو 33% أقل من الملح الطبيعي، يعني صوديوم 33 و66 هو ملح البوتاسيوم. راح أقلبه وراح أغطي طبعا عليه شوية وأخليه على نار هادئة حتى شوية يتكرمل عندي بهذا الشكل. بعد ما تكرمل ضفت هنا شوية من الفلفل الأسود، وراح أضيف كمية من السماق. السماق إيش قد ما تريدون ضيفوا لأن كلش طيب. عصرة من عصير الليمون. وهنا عندي الستيك، شوفوا قطعته وفلسته بهذا الشكل. انتوا شلون ما تريدون تقطعوا بالسكين بإيدكم، انتوا بكيفكم. راح أرجع أضيف الدجاج على البصل وراح أبدي أقلبهم بهذا الشكل. ونسيت أقولكم أنه زيدت شوية أيضا من دبس الرمان عليه. الخبز العربي أو العيش اللبناني راح أبدي أستخدمه حتى أسوي بيه لفات المسخن. عندي هنا أيضا سويت وياها سلطة أفوكادو، بصل أحمر، طماطة، وخلط تفاح وعصير ليمون، شوية ملح وشوية فلفل أخضر. طبعا اللي ما يحب الأفوكادو، أنا ما أحب الأفوكادو، أسميه صابون رقي، بس مع ذلك آكله لأن بيه فوائد كلش روعة، وكلش الدهون مالته الطبيعية تفيد الجسم خاصة الكبد. بعد ما استوى عندي هنا الدجاج وجهز، راح أبدي أحشيه مثل ما تشوفون بهذا الشكل، وألفه مثل الشاورما بالخبز العربي. وراح أخذ الجهاز كابسة أو جهاز كبس الشاورما، أكبسهم شوية هيجي كبسة خفيفة وأقدمهم بهذا الشكل. حفظت النعمة وصارت عندي أكلة ثاني يوم خرافية، ويا جماعة كان طعمها كلش طيب. لهنا ما أقول لكم جربوها ودزوا لي تجاربكم وشغلاتكم وصوركم على انستغرام. دمتم في رعاية الله وحفظه.